طبعا برو، معاك نسخة عظمة من الآخر كده النهاردة. حرفيا نسخة جمدان، انت فاهمني؟ تمام. عندك بس أول حاجة كده هنخش على قناة تليجرام لسه عاملها جديد. تمام. بفك فيها أرقام وكده ولسه بادئ طبعا. وعندك اهوت كنت لسه فاكك نفسي امبارح انتهاك مشدد. تمام. ونزلتها على الروم، فانت خش اي رقم محظوره فيكو. تمام. انت بس تخش في قناه التليجرام وملكاش دعوه باي حاجه بعد كده، انت تبعت لي الرقم وانا افكهولك، ما تخافش. تمام. تمام. عندك بقى النسخه قدامك اهيت، الصراحه نسخه عظمه. تمام. هي طبعا نسخه اجنبيه. تمام. اول ما تدوس على النسخه بتفتح معاك بالسبلاش الرايق ده، حاجه عظمه كده من الاخر. تمام. طبعا زي ما انت شايف اهوت النسخة فاتحة معاك اهي. طبعا زي ما انت شايف البرق والرعد اللي ورا ده، لو عايز تشيله هشيلهولك من جوه النسخة، بس انا بقولك من الاول كده حاجة عظمة. تمام. يعني الناس اللي مش حباه وكده بتلغيه عادي، ممكن تلغيه وتجيب وجه سودا ورا عادي زي اي نسخة عادية. بس التركاية دي متضافة في النسخة حاجة عظمة يعني. تمام. عندك طبعا النسخة ديت فيها فصل شتات برضو عادي، بس انا اللي جايبها كده. تمام. عندك النسخة عظمة يعني، بص زي ما انت شايف اهيت. تمام. وفيها ريكورد ستيت. الو. تمام. زي ما انت شايف يعني هي حاجة عظيمة. الو. طبعا ده يرهطل. تمام. المهم، طبعا لو جيت هنا دخلت في الشات كده، ده شات الطيخة. كنت بصور فيديو بس قفلته تاني يعني، بصور جديد. تمام. عندك الطيخة هنا النسخة زي ما انت شايف انتر ايفون، حاجة عظمة. تمام. بترمي فيروس طلقة، اوريلك برضو. تمام. الفيروس بترمى طلقة، حاجة عظمة بجد اهو. زي ما انت شايف الفيروس بترمي طلقة، النسخة متنكش خالص. تمام. تمام. بعد كده بقى تخش عندك الحاجات دي كلها، نخش بقى ايه على اضافات النسخة. اول نخش على اضافات النسخة، عندك اول حاجة اضافات بلس، يعتبر دي كلنا عارفينها مش محتاجة يعني حاجة. بعد كده تركيب ملف اللي عايز تركب ملف سرعة ولا حاجة. بعد كده الكلين كاش، كلين كاش لأكتر من اندرويد 11، كلين كاش لأقل من اندرويد 10، من حاجة جامدة يعني. تمام. عندك بعد كده بقى اضافات طرش، عندك اول حاجة ستوريز الانستا، بعد كده شكل الاعدادات اللي هي السيتنج، بعد كده صفوف الشات، وديت واجهات النسخة. تمام. اي واجهه انت عاوزها. بعد كده عندك واجهه متحركه، دي اللي انا وريتها لك في الاول، اللي هي البرق والرعد. تمام. لو عايز تلغيها كده تبقى ملغيه، عايز تفعلها تسيبها متفعله زي ما هي. بعد كده الافكتات، بعد كده عندك وضع الصامت، وعندك دي فصل الرومات لو عايزها، اضافة اكتر من نمبر في النسخة، اظهار وضع الطيران، الغي الشتات المخفية، الغي الشتات المرشفة، اظهار ان الشخص اونلاين، ضيق في شتات الادوات. طبعا بقى ده لو عايز تخلي نسخة بنيمك، نيم النسخة الاساسي، نيم الرومات، نيم الكولات، نيم الشتات، نيم الاستيت. طبعا دي كلها ايه حاجات عادية. تمام. عندك بعد كده اضافات في الشات بقى، عندك اول حاجه الويلبر بتاعت الشات، بعد كده شكل البالون، بعد كده الافكتات. تمام. بعد كده الصوره في البالون فعلا كلها يبقى شكل البالون جامد. تمام يا زميزي. بعد كده عندك عدسة للبالون، إشارة مسج، سرعة النت في البالون، التاريخ في البالون، إزالة رمز البالون، منشط في البالون، دي كلها حاجات تبع البالون يعني وكده. عندك بقى النيم، لو عاوز تحط نيمك في الانتري. تمام. نيم الاونلاين يجيلك لما حد يكون اونلاين. دي طبعا صوت المسج، طبعا دي تحديد الكل. روم، ابعت مسج في روم مقفول، ميز الشات الفيك، إزالة قراءة المزيد. طبعا لو انت هترمي فيروس لازم تسيب دي مقفولة، لو فعلتها نسخة تانية منك من الفيروس عشان هيجيب كله، انت فاهمني؟ طبعا بتوع المجال وكده يعرفوا. عندك بعد كده منشن الكل، والستوري تحت النمبر، والتأكيد قبل سيل ستيك، اباوت الروم، والغي الضغطتين، وفعل وضع الطيران، ووضع العلامات، ومكان الكويك شات. تمام. ده تفعل الكويك شات، وهنا بقى تختار اللي انت عاوزه. تمام. عندك بعد كده اضافات اخرى، عندك اول حاجه اعدادات الميديا، دي طبعا انك تبعت الصوره بالجوده الكامله. وعندك هنا السند فيديوز لارجر ذان 16، انك تبعت فيديوهات اكتر من 16 ميجا لغايه 500 ميجا. وعندك هنا انك تبعت اغاني وكده اكتر من 16، تبعت لغايه 100 في الاغاني، انما الفيديوهات هتبعت من لغايه 16 لغايه 500 ميجا، انت فاهمني؟ عندك بعد كده اقفل النسخه، لو عايز تقفل النسخه باسورد ولا كده، طبعا لون النسخه اصفر عظمه. تمام. عندك بعد كده اشعارات النسخة، طبعا دي تلغيها زي ما انت عايز بقى، دي اللي هو شاف الستيت والبروفايل والكلام ده كله. عندك بعد كده خطوط النسخة، طبعا زي ما قايل لك 50 خط ايفون، طبعا اهي دي كلها خطوط انجليزي وعربي. تمام. طبعا فعل الخط ده احسن خط فيهم، يعتبر خط عظمة بقى، اختار اللي انت عاوزه يعني. انا عامل ده عشان هو حلو بالنسبه لي، انا مش عارف هو بالنسبه لك عامل ايه بقى. تمام. انت فاهمني؟ فاختار اللي انت عاوزه. عندك بعد كده ستايل النسخه، اي او اس ولا الايموجي ولا كده ولا التشانج نوتيفيكيشن. تمام. عاوز تغير دي تخليها زي ما انت عايز بقى خليها. تمام. عندك اخر حاجه زراير الفيروس،
عندك اول حاجه دي تسجيل المسج، تمام. دي صفر كونكتات، العلامه 1، العلامه 2، كراش الواجهه، تشغيل الصفر كونكت، حذف تلقائي للرسائل، حذف تلقائي للكونكتات، نسبة علاء 95، الغي المنشن، كراش الروم. عندك بعد كده تسريع البطارية، تسريع النسخة قصدي، بعدين توفير الطاقة، بعد كده ذكاء اصطناعي، مسح كل الستيت، محاكاة ال41 كونكت. عندك بعد كده كونكتات عكسية وكونكتات عكسية سريعة، طبعا دي كلها حاجات مش لازم اقولها بس لازم اقولها في الفيديو عشان وقت الفيديو. ارسال رسائل عكسية، رسائل عكسية سريعة، تمام. لازم تفعل دي هتفعل دي بعدين، يعني مينفعش تفعل الواحدة الوحيدة بس. عندك بقى سيرة ال41 ودي الكونكتات، ال41 كونكت زيرو. عندك ال41 كونكت وده فعلها لك، والرقم اللي مكتوب تحت اللي هي دوت 41 سي تي تي ديت تكتبها في الشات تبع الكونكتات تهنيج زي فيروسات وكده، تمام. 41 كونكت، 66 كونكت، 80 كونكت، 257 كونكت، 100 كونكت، ده كله انا هكتب لك بس ال 41 كونكت عشان وقت الفيديو هعمله لك اما نطلع من دي. عندك بعد كده رسالة الروم برايفت، تكتب مثلا مسج وبعدين تعمل لها ريب عليها وتكتب الكلمه ديت دوت ترانسميتر، وتقوم جاي دايس سند هتبعت لكل اللي في الروم برايفت، ودول روم ارشفه بضغطه واحده، ودي محاكيات ال41. عندك اخر حاجه طبعا الاباوت. عندك اول حاجه قناتي يوتيوب، تاني حاجه النمبر بتاعي لو محتاج اي حاجه وكده كلمني مش هتاخر عنك بجد، بس يبقى في ضغط مسج رهيب زي ما انت شايف في النسخه في 312 شات بجد يعني، وكلهم يعني ايه مشفرين، فانا مش عارف ارد على مين ولا على مين، تمام. فالمهم خش كلمني وان شاء الله هرد عليكم كلكم، تمام. عندك اخر حاجه بقى يا عبد الله، تعال بقى دلوقتي اجرب لك ال 41 كونكت اللي انا قايل لك عليهم. هتعمل ايه؟ هتدوس دوت 41 سي تي تي وهتدوس سند. طبعا زي ما انت شايف قدامك الكونكتات 41 كونكت تهنيج للنسخه، حاجه عظمه اصلا. يعني انا نسختي يعني اللي شوف يعني النسخه اللي هي ما بتهنكش هنجت منهم، ده بالك دي من 41 كونكت بس، ما بالك بقى من ال 257 ولا من ال 80 ولا من ال 60 كونكت وكده، انت فاهمني. بصراحه النسخه عظمه وتستاهل بجد يعني، تمام تمام. بعد كده بقى تخش على الاعدادات، هنا عندك مثلا دي اللي انا مرهولك شكل الاعدادات. عندك الشتات هتجيب السين مثلا في اللايت، برضو في اللايت شكلها جامد بس في الشات وحشة، انما من هنا وكده في اللايت شكلها جامد، انما في الشات المسج مش هتبقى حلوة، انت فاهمني. ودي طبعا لو عايز الانتر اللي تسند وكده، وصراحة نسخة عظمة وتستاهل بجد، تمام. ده شكل البتاع زي ما انت شايف، بجد بجد النسخة دي تعبت فيها، تمام. فبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو يا ريت يعني لو النسخة عجبتك تشترك في القناة لو ما انتش مشترك، وحط لايك في الفيديو. بس كده يا صاحبي يكون فيديو النهارده خلص، يا رب تكون النسخة عجبتك، مع السلامة.